شرعه وبغيره لا لن تكون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحييكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد، برنامج مراجعات شيعية. وقبل أن أبدأ في المراجعة اليوم، أحب أن أرد على بعض الإخوة الكرام الذين أرسلوا إلي يستفسرون عن موضوع المصلحين الشيعة من العرب، وهل هناك مصلحين شيعة عرب ولهم مراجعات، ولماذا لم تأتي بمراجعاتهم إلى الآن. وسؤال مهم وسؤال للحقيقة وجيه. العرب من الشيعة هنالك الكثير من العرب الذين نقدوا التشيع وهم شيعة، وكتبوا في ذلك ونقدوا التشيع، وسنأتي على ذكرهم إن شاء الله تعالى بعد أن نذكر المصلحين في إيران من الإيرانيين ومن الفرس وغيرهم من علماء ومفكري إيران. سنأتي إن شاء الله تعالى على ذكر المصلحين من العرب وكتاباتهم ومراجعاتهم في الفكر الشيعي. أما السؤال الآخر اللي ألح عليه كثير من الفضلاء ومن المهتمين بهذا الشأن ومن المثقفين، حيث طلبوا أن يكون الكتب هذه نستعرضها أكثر ونبذل جهد ووقت أكثر في عرض تفاصيل هذه الكتب والمباحث اللي فيها، وعرضها عرضا تفصيليا حتى لو طالت الحلقات. وهؤلاء الإخوة الكرام أقول لهم إن شاء الله تعالى هذا في النية في المستقبل في برنامج غير هذا البرنامج. أما هذا البرنامج فالهدف الرئيسي منه، هدفنا من البرنامج التعريف بهؤلاء المصلحين المجددين، التعريف بهذه الكتب، ذكر منهجهم في البحث، وشيء يسير في التعريف بتلك الكتب ليبحث عنها ويذهب إليها من يهتم بهذا الموضوع ويقرأ في تلك الكتب ويستفيد منها. وهذا المجال ليس مجال الدروس الأكاديمية. الدروس الأكاديمية مملة ولا تناسب إلا النخبة من المهتمين ومن المثقفين ومن طلبة العلم، وفيها قد يكون فيها إملال لبقية المشاهدين ولا يستطيعون المتابعة ومواصلة المتابعة إذا كان فيه عرض أكاديمي لهالكتب والأبحاث ودراسة تفصيلية بحيث يأخذ الكتاب حلقتين أو 3 حتى نستعرض الكتاب كاملا. ولكن أنا عاقد العزم إن شاء الله تعالى على أن يكون هنالك برنامج في المستقبل وفيه عرض مفصل لكل ما في هذه الكتب، ويكون البرنامج طبعا برنامج غير مباشر، وهو يكون برنامج علمي أكثر منه برنامج مثل برنامجنا هذا يناسب كل الشرائح من المشاهدين والمشاهدات الكرام. هذا الأمر أردت أن أنبه عليه. أتتني رسائل كثيرة أمس وباليوم عن الأحداث الدائرة الآن في مصر، ولماذا لا يكون لكم تعليق عليها. وأنا لم يتح لي فرصة
للتعليق على هذه الأحداث اللي في مصر، لكن أقول على وجه الاختصار أن اللي يحصل في مصر اليوم يعني هو نتيجة لمحاولة سرقة الثورة ومحاولة الالتفاف على مطالب الثوار، وهي كسب المزيد من الوقت لترسيخ وضع سيحصل بعد ذلك، وهو تحالف الجيش مع بعض الأحزاب السياسية، بحيث يكون الجيش له دور من وراء الكواليس، مثل الدور الذي يقوم به الجيش الجزائري الآن وجنرالات الجزائر والجيش الباكستاني والجيش التركي قبل أن تقلم أظفاره على يد حزب العدالة والتنمية، حيث قلمت أظفاره ومخالبه، وصار دوره هو في الدور الطبيعي الذي يقوم بكل جيش في كل بلد ديمقراطي في العالم. اللي حصل في مصر أن ثورة 25 فبراير، هذه الثورة اقتطعت شجرة الاستبداد والطغيان والديكتاتورية والمافيا السياسية والعمالة، اقتطعتها من أغصانها فقط ولم تقتلعها من جذورها، وبدأ الاستبداد من جديد والطغيان والعمالة أيضا بدأت تنمو من جديد وتعيد إنتاج نفسها، فانتبه الثوار المصريون لذلك وقاموا بهذه الثورة من جديد وأعادوا الثورة من جديد. وهنا يجب أن يعلم كل المستبدين وكل العسكر والسياسيين عموما يجب أن يعلموا أن الشعوب يعني شبت عن الطوق وخرجت عن يعني السياق اللي كان يراد أن تمشي فيه الشعوب، وأنه يجب على العسكر أن يعلموا الآن أنه يجب أن يسلموا الحكم للشعب، وأن تكون هنالك ديمقراطية حقيقية تمثل هذه الديمقراطية، ينتج عنها حكومة منتخبة، ينتج عنها فيها فصل كامل للسلطات، ما تكون السلطات سايبة بعضها على بعض، الحكومة تتلاعب بالقضاء وتتلاعب بالبرلمان. هذا يجب أن ينتهي هذا الأمر ويكون فيه دستور جديد وفيه سلطات وفيه فصل كامل بين السلطات الثلاث. هذا الذي يريده الشعب. الحكومة الأمريكية هي طبعا ليست غائبة عما يدور في مصر، ليست غائبة عن محاولة العسكر سرقة الثورة وسرقة دماء الشهداء. هنالك تنسيق بين أمريكا وبين العسكريين في مصر والمجلس العسكري، وهنالك صفقات تعقد بين المجلس العسكري والأحزاب السياسية على تقاسم الكعكة فيما بعد، ويكون هنالك نظام استبدادي بوجه ديمقراطي. إذا كانت يعني مثلا الجزائر ديمقراطية، الجزائر فيها انتخابات وفيها برلمان، باكستان أيضا فيها انتخابات وفيها برلمان، إيران فيها انتخابات وفيها برلمان منتخب عن طريق الشعب، لكنها دولة استبدادية وديكتاتورية. علي عبد الله صالح عنده انتخابات وعنده برلمان، لكن الدولة استبدادية ديكتاتورية، ويمارس الاستبداد والديكتاتورية ويجمل نفسه ببرلمان منتخب وبديمقراطية صورية غير حقيقية. الشعب المصري اليوم شب عن الطوق، الشعب المصري يقول كلمته. وهنا لا يفوتني أن أشكر الإخوة السلفيين في مصر الذين يعني كانوا مع الثوار في المطالبة بالحرية الكاملة، والحرية في مصلحة الإسلاميين وفي مصلحة، وإذا كان هنالك حرية كاملة للشعب أن يقول ما يريد، فالشعب لن يختار غير الإسلام ليحكمه. والسلفيين هذه هي السلفية التي نريدها، السلفية المطالبة بالحرية السياسية، السلفية التي تتناغم مع مطالب الثوار ومطالب الشعب في الحرية وفي العدالة وفي المساواة بين الناس وفي دولة القانون وفي الفصل المطالبة بالحرية والعدالة والفصل بين السلطات. هذه هي السلفية الحقيقية. فأشكر الإخوة السلفيين بشتى أحزابهم،
حزب الأصالة وحزب النور وحزب البناء والتنمية الذين شاركوا الثوار في ثورتهم المباركة المتجددة اليوم، التي تريد الآن أن تقتلع الاستبداد والدكتاتورية والحكم المافيوي، تقتلعه من جذوره. يعني إذا بقيت الجذور فهذه الجذور ستنتج شجرة الاستبداد من جديد، ويرجع إلينا الاستبداد. ليس الهدف هو إزالة شخص حسني مبارك، ولكن الهدف من الثورة هو إقامة دولة الحرية، دولة العدالة، دولة الديمقراطية. والديمقراطية هذه في خدمة الإسلام وليست ضد الإسلام. هذه الثنائية التي نضعها الديمقراطية والإسلام. يعني الناس يكرهون اسم الديمقراطية لأن الديمقراطية منتج غربي، لكن عندنا إذا كانت الديمقراطية منطلقة من مبادئ الإسلام، ودين الدولة هو الإسلام، وكل نظام يعارض الإسلام فهو مرفوض بناء على المادة الأولى أو الثانية من الدستور، فالديمقراطية هي مجرد تنظيم للشورى الإسلامية التي جاء بها الإسلام. هذا الذي يحصل في مصر، وهذه الحركة مباركة، وإن شاء الله تعالى يكون فيها خير ومصلحة للإسلام والمسلمين في مصر. نأتي بعد ذلك إلى موضوع محاضرتنا أو حلقتنا اليوم، وهو فكر العلامة المجدد المصلح الشيعي الإيراني الفارسي. وأنا أركز على كلمة فارسي لكي يعلم الجميع أن من أبناء الفرس من يبحث عن الحق ويبحث عن الدليل ويجتهد في ذلك. فهذا الرجل من مركز الفرس في العالم ومركز التشيع في العالم، مدينة قم. هو ولد في قم ونشأ في قم واشتغل في قم وعاش في قم ومات في قم رحمه الله تعالى. نشأ شيعيا محبا للتشيع ومغاليا في الأئمة، مؤلها لهم في بداية حياته، ثم بعد ذلك يعني بعد بحث وتنقيب عن الحق اهتدى إلى أن ما عليه الشيعة اليوم هو ضلال وانحراف وباطل وبعيد كل البعد عن الدين الحق الذي نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وهو حيدر علي قلمداران القمي، ويا حبذا لو تكون صورته على الشاشة أمام المشاهدين. هذا الرجل كتب كتبا كثيرة استعرضتها في الحلقة الماضية.